لم تتخيل الطفلة قمر أن معاناتها ستبدأ بعد انفصال والدتها عن والدها منذ سنوات، وزواج الأب من سيدة كانت تعاملها بقسوة هي وشقيقها. البداية منذ يومين عندما ذهبت لشراء الخبز والإفطار، وعادت للمنزل. لم تتخيل قمر الطفلة ذات ال10 سنوات أنها سيتم تقطيعها إلى أشلاء وتركها على سلم منزلها بقرية شط جريبة التابعة لمركز دمياط. وفوجئ أهالي شط جريبة التابعة لمركز دمياط بالعثور على جثة طفله لا يتعدى عمرها 10 سنوات تم طعنها بآلة حادة وتمزيق أحشائها، ووجدوها ملقاة على سلم منزلها. وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وتم العثور على أشلاء الطفلة على سلم منزلها، ولا يوجد بجسمها جزء سليم. كما أكد إسلام أشرف ابن عمها ويسكن معها بنفس العمارة أنه لم يتخيل أن تصل المعاملة السيئة من زوجة الأب للطفلة قمر وشقيقها الذي يصغرها إلى أن تقوم بقتلها وتقطيعها إلى أشلاء. وأشار إلى أنها فور اكتشاف الجريمة خرجت زوجة الأب من شقتها تدعي أنها كانت نائمة ولا تعلم شيئا عما حدث للطفلة قمر، وبدا على ملامحها البرود ولم تتأثر من هول مشهد جثة الطفلة، وعلى الفور تأكد الجميع أنها هي من قامت بقتلها. وأوضح أنهم وجدوا الطفلة مقطعة لأشلاء وبجوارها الحذاء الخاص بها، وتم تكسير عظامها وتركها على سلم المنزل وسط بركة من الدماء. وتلقى اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بالعثور على قمر من منطقة شط جريبة بمركز دمياط بمحافظة دمياط جثة هامدة على سلم منزلها. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة برئاسة المقدم محمد سمير مفتش مباحث مديرية أمن دمياط والقوة المرافقة له، وتم التحفظ على الجثة وإخبار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة. وقامت أجهزة الأمن بدمياط بالتحفظ على زوجة الأب، واعترفت بارتكاب الجريمة، وتوجهت بصحبة النيابة العامة لتمثيل الجريمة وسط حراسة مشددة.